بلوي هو واحد من أكتر المسلسلات الكرتونية اللي اتعملت بعناية، بس حتى أحسن الرسامين بيجي عليهم أيام مش كويسة، ولو بطأت المشاهد وبصيت كويس هتلاقي فيه أخطاء مستخبية تقريبا في كل حلقة. النهاردة هنستعرض أحسن الأخطاء اللي لقيناها. في حلقة ديساين لما الكل بينط عشان صورة الفرح لاحظنا غلطة سريعة جدا. لو وقفت الفيديو في اللحظة الصح هتلاقي إن بق فريسكي مش موجود، بس ده بيحصل للحظة خاطفة بس. وكمان لما فريسكي ماشية في الممر بص على تشيلي هدود وشها بتقطع على مناخيرها وهي بتلف راسها على الجنب. في حلقة سليب أوفر لما موفن بتسوق العربية باب العربية حرفيا بيختفي للحظة خاطفة. هنا بالظبط لو وقفت الفيديو في اللحظة الصح هتلاقي باب العربية مش موجود، بس ده بيحصل بسرعة جدا لدرجة إن محدش بياخد باله منه في السرعة العادية. لازم تبطئ الفيديو عشان تشوفه. وفي حلقة بابي لابي في البداية خالص لما بانديت بيروح الحضانة عشان ياخد بينجو، ميسي والجرو الصغير ده بيفتحوا له الباب، لكن الغلطة هنا في المشهد اللي بعده على طول بنشوف ميسي والجرو التاني قاعدين مع باقي العيال. ازاي ممكن يكونوا في مكانين في نفس الوقت؟ وليه الجرو ده شبه بينجو بالظبط بس لونه مختلف. في حلقة ركوب الحصان لما بلوى فتحت الباب شوية شفنا موفن واقفة بره من غير شبشب، لكن لما دخلت كانت لابسة شبشب. في حلقة بافلوفا لما بنشوف جوه التلاجة بنلاقي فيه فطيرة وكمان شوية فاصوليا خضرا جنبها. بانديت بياخد شوية من الفاصوليا وبيقدمهم للبنات، الموضوع بسيط. لكن لما بلوى فتحت التلاجة تاني الفاصوليا الخضراء رجعت تاني لنفس الكمية اللي كانت موجودة قبل كده. بانديت فعلا خد شوية منها واحنا شفناه وهو بيعمل كده، بس الطبق شكله ما اتغيرش خالص. في حلقة الشغل لو بصيت على الباب هتلاحظ ظل صغير، المفروض ان ده ظل بانديت، بس الظل ظهر قبل ما يدخل الأوضة. شكله كده ظل بانديت أسرع منه. وفي المشهد ده بص على قصيص الزرع اللي ورا بانديت، شكله حزين شوية صح؟ بس الغلط هنا إننا لما شفنا نفس القصيص قبل كده كان شكله مبسوط. وفي الكادر ده دراع بيانجو فيه شرخ بسيط. وهنا بنشوف بينجو بيلحس الأنبوبة وهي مبلولة تماما باللعاب، لكن بعد ثواني قليلة بانديت بيدخل ودلوقتي بص على الأنبوبة بقت ناشفة تماما. وفي المشهد ده لما بلوى بتقفز على الكرسي إيدها بتعدي من خلال المقبض. في الحكايات العيال بيعملوا تماثيل من شمع النحل، ولو بصيت على اللي بلوى شغالة عليه هتلاقيها بتعمل حوت وبتحط له زعنفة بعناية، وانت تقدر تشوفها بوضوح وهي موجودة على جنب الحوت. لكن بعدين وينتون يفاجئها بنكتة عن المخاط، المشهد بيبعد والزعنفة اختفت تماما. الحوت قاعد من غير زعنفة كأنه عمره ما كان عنده واحدة، ولما الكاميرا تقرب تاني الزعنفة لسه مش موجودة. بلوي حطتها بنفسها والمحركين شالوها بهدوء بين اللقطات. وده مش كل حاجة في الحلقة دي، في لقطة مفيش أي حاجة جنب تمثال البقرة بتاع إندي، لكن لما زاوية الكاميرا بتتغير فجأة تلاقي قطع من شمع العسل جنبها مع إنها ما كانتش موجودة من ثانية. غلطة تانية في نفس الحلقة، الاتنين ليهم علاقة بحاجات بتظهر وتختفي من غير تفسير. دلوقتي يلا بينا نروح لحلقة كريك. بص على حواجب بينجو هنا، واحدة راحت تحتين والتانية فوق العين. وبص على اليعسوب ده هنا، تصميمه غلط لأن في الحقيقة اليعسوب عنده 4 أجنحة مش 2. هنا في واحدة صغيرة بس مضحكة جدا في حلقة بامبي والوايز أولد وولف وولف هوند. في المشهد ده مناخير سوكس بتعدي بسرعة من خلال وش بلوى، وهنا ودان سوكس بتعدي تحت بق بلو، وإيد بانديت حصل لها تداخل بسيط مع سترايب. 3 أخطاء تداخل منفصلة في مشهد واحد تقريبا. في حلقة الجدات لقينا حاجة مضحكة، في مشهد فيه 6 علب فول على الأرض، بينجو بتتزحلق وبتقع، وفي اللقطة اللي بعدها فيه 8 علب بما فيهم اللي شيلي مسكهم. 2 علب فول ظهروا من العدم بين اللقطات ومحدش خد باله. وفي المشهد ده لما بلوى ماسك الفوطة بإيدين الاتنين وبعدين بيطلع إيده، الفوطة بتفضل طايرة في الهواء مش متعلقة في أي حاجة، هي بس معلقة في الهواء. دلوقتي تعالوا نشوف شوية أخطاء في حلقة الفراشات. لما بانديت بيشيل سلة الغسيل أطراف صوابعه بتنفصل عن إيده للحظة، وهنا لو بصيت ورا بلوى هتلاقي فيه بلطين بيودوا لحديقة الزهور، لكن الغلطة هي من شوية بس. البلطين دول ما كانوش موجودين، كانت بس نجيل عادية. وكمان بص على السلم هنا زي ما احنا شايفين فيه 3 درجات بس، لكن لما بنشوفه من الجنب بيبقوا 4 درجات. ونروح لحلقة السوق. بص على بانديت هنا، هو بيغمس المعلقة في طبق الكورن فليكس لكن المعلقة بتطلع فاضية، لكن في اللقطة اللي بعدها بتكون مليانة كورن فليكس. وفي اللقطة دي لما كورنيليوس بيدي ورقة $5 لوينتون الورقة كانت مقلوبة، لكن لما المشهد بيقرب على ورقة $5 بتكون في وضعها الطبيعي. في حلقة المستشفى بلوى بتتظاهر إنها دكتورة وبانديت هو المريض بتاعها. في لحظة معينة بلوي شالت ضمادة بانديت ورمتها على السجادة،
لكن بعد كام مشهد الضمادة اختفت تماما، محدش شالها، هي بس اختفت. ودلوقتي هنا واحدة من حلقة كان المفروض فعلا تبقى قد اسمها. في حلقة بيرفكت في صورة لبلوي متعلقة على الحيطة باينة بوضوح في لقطة، لكن لما زاوية الكاميرا اتغيرت الصورة اختفت، محدش شالها، هي بس بطلت تكون موجودة بين اللقطات. وفي حلقة جبل ماما وبابا لاحظنا غلطتين سريعتين. لما تشيلي فتحت الباب ايدها كانت فاضية خالص، لكن في الكادر اللي بعده على طول شنطة ظهرت في ايدها من غير اي سبب. وبعد كده في نفس الحلقة لما بنجو كانت ماسكة المنظار تقدر تشوف صوابعها ماسكة فيه بوضوح، لكن لو بصيت على مكان دراعها المفروض يكون مش هتلاقيه خالص، مجرد صوابع بتطفو في الهواء من غير ما تكون متعلقة بأي حاجة. حلقة راجدول مليانة أخطاء بشكل كبير، يلا نشوفهم واحد واحد. أول حاجة، بص على كنبة عليها مخدة بس، لكن من شوية كان في كتاب واضح عليها كمان، وبعدها بلحظات لما الأوضة بتظهر من زاوية تانية الكتاب رجع تاني، لكن دلوقتي عليه رسومات على الغلاف ما كانتش موجودة قبل كده. الكتاب اختفى وظهر تاني وتغير شكله في النص. بعد كده عندنا الرف، في لقطة الرف مليان حاجات كتير، كتب وزينة وحاجات مختلفة، لكن لما الكاميرا بتعرض الرف من زاوية تانية كل اللي عليه اختفى تماما. ومش بس الحاجات اللي على الرف هي اللي اتغيرت، في الأول كان في رف واحد بس في الجزء اللي في النص، دلوقتي بقوا 2، الوحدة كلها بتاعت الرفوف اتغير شكلها بين زوايا الكاميرا. وأحسن غلطة في الحلقة بتحصل لما باندت بيتدحرج على السلم، لو بصيت على البرواز اللي متعلقين على الحيطة وهو بيعدي جنبهم هتلاحظ ان نفس البراويز بتتكرر اكتر من مرة. حلقة الكريكيت من احسن الحلقات في المسلسل كله، لكن بيحصل فيها حاجة غريبة جدا. في المشهد اللي ام جاك بتيجي تاخدهم من المدرسة جاك بيجري عليها وبيحضنها، بس لو ركزت كويس هتلاقي انه في الحقيقة مش بيحضن حد، ايدين جاك ملفوفين حوالين الهواء، ام جاك واقفة قدامه، بس الحضن في الحقيقة في الهواء. في حلقة خفاش الفاكهة لاحظنا غلطة سريعة لكن ممتعة. في المشهد اللي باندت نايم فيه على أرضية غرفة المعيشة تشيلي قاعدة جنبه وبتلف عصاية الهوكي بتاعتها بشريط لونه أصفر، وواضح جدا إنها لفت الشريط كذا مرة عليه، الشريط باين بوضوح. بس أول ما بلوى دخلت المشهد الشريط اختفى تماما. لحظة، الشريط موجود، اللحظة اللي بعدها مش موجود خالص. هنا في غلطة استمرارية صغيرة لكن واضحة جدا وبتخص الأرنب المحشو اللي بتحبه. بينجو فلوبي، لو بصيت على فلوبي في حلقة الفار الدجاجة هتلاقيها بيضة ودانها فيها خطوط وردي، شكل مميز جدا وواضح، لكن بعد كده في حلقة وقت النوم فلوبي شكلها مختلف تماما، لونها بنفسجي بالكامل من أول راسها لحد رجليها، هي نفس اللعبة نفس الشخصية، لكن التصميم مختلف تماما حسب الحلقة اللي بتتفرج عليها. في حلقة العمال تشيلي جابت تشيبي وسباركي عشان يبنوا بركة سمك في الجنينة ورا البيت. لما بدأوا يحفروا لو بصيت على الخلفية هتلاقي شجرة وبيت على يمينها وفي فراغ واضح بينهم، لكن في نهاية الحلقة لما البركة بتخلص هتلاقي نفس الشجرة والبيت بقوا قريبين من بعض جدا، المسافة بينهم صغرت بشكل كبير بين بداية ونهاية نفس الحلقة. ودي واحدة جامدة من حلقة حديقة الحيوان. بلوي عملت حديقة حيوان في الجنينة ورا البيت، وفي نهاية الحلقة بينجو كانت في أوضتها وزعلانة عشان الغوريلا الزرقاء الكبيرة اتفصلت عنها. لو ركزت عند طرف سرير بينجو في اللحظة دي هتلاقي حرف الباء الصغير محفور بوضوح عليه، وده منطقي لأنه سرير بينجو، لكن بعدها بثواني لما تشيري دخلت تواسيها نفس حرف الباء الصغير اتحول لحرف باء كبير، الحرف اللي على السرير اتغير حرفيا بين اللقطات. دي كانت بعض أخطاء التحريك اللي لقيناها في بلوي. لو لاحظتوا أي أخطاء احنا ما خدناش بالنا منها اكتبوها في التعليقات، وزي دايما هنشوفكم في الفيديو الجاي.